السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام جامع سنان باشا ببولاق أبو العلا بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عائشة وتيجي اللي هنا علشان نتكلم مع بعض عن سنان باشا وعن الجامع الجميل بتاعه اللي قدامنا دلوقتي. سنان باشا اللي عاصر واشتغل مع 4 سلاطين عثمانيين بالترتيب كده، من أول السلطان سليمان القانوني، وبعدين ابنه السلطان سليم الثاني، وبعدين السلطان مراد الثالث، وبعدين السلطان محمد الثالث. هو بدأ حياته مع السلطان سليمان القانوني وترقى في المناصب لغاية ما مسك منصب نائب حلب. وفي عصر ابن السلطان سليمان القانوني سليم الثاني مسك ولاية مصر عندنا مرتين. الفترة الأولى اللي استمرت حوالي 9 شهور، ودي بالتحديد كانت في سنة 975 هجري 1567 ميلادي. وبعدين العثمانيين طلبوه ان هو يروح على اليمن علشان يقمع ثورة الزيديين، ونجح في كده ورجع من هناك معروف بلقب فاتح اليمن. جه عندنا على مصر علشان يتولى ولايتها للمرة الثانية اللي استمرت حوالي 2 سنين، وده بالتحديد كان في سنة 979 هجري 1571 ميلادي. وفي السنة الأولى من فترة حكمه الثانية دي اللي ابتدى يبني فيها الجامع الجميل بتاعه اللي قدامنا دلوقتي. بعد كده السلطان العثماني استدعاه علشان يتولى منصب الصدر الأعظم في اسطنبول. الصدر الأعظم اللي هو الشخص الثاني بعد السلطان، زي رئيس الوزراء النهارده، وده منصب حساس. ودايما بنلاقي ان الصدر الأعظم في الغالب وكتير بيتولى منصبه بعد ما يمسك ولاية مصر، لأن مصر كانت أهم ولاية عند العثمانيين، ففي علاقة وطيدة بين أهم منصبين في الدولة العثمانية، الصدارة العظمى والولاية المصرية. وبعد كده السلطان العثماني طلب منه إنه هو يروح على تونس علشان يستخلصها من الأسبان. الأسبان كانوا احتلوا بعض الأراضي التونسية وعملوا هناك القلاع، فهو راح على رأس حملة وجيش كبير ودمرهم، وقدر انه هو يسترد تونس ورجعت تاني تحت السيادة العثمانية. وبعدين مع السلطان مراد الثالث رقاه تاني في منصب الصدر الأعظم للمرة الثانية. هو مسك صدر أعظم حوالي 4 مرات، وفي مناصب بتتكلم عن 5 مرات، وفي النص كده مسك نيابة الشام، حاكم دمشق، وله جامع وحمام، والجامع بتاعه مازال موجود هناك لغاية النهاردة، وله عمارة في كل المدن اللي هو حكمها. وعمل عندنا حاجة مهمة جدا في مصر، ان هو اعاد حفر خليج اسكندرية، ومات وهو عمره 80 سنة بعد حياة حافلة وناجحة. الكلام ده كان في سنة 1004 هجري 1596 ميلادي. هو هنا ما بناش الجامع لوحده، هو عمل مجموعة معمارية ضخمة بتتكون من جامع وحمام وخان، والحمام مازال موجود لغاية النهاردة بس الخان مش موجود. المجموعة دي كانت على النيل مباشرة. كل الرحالة اللي زاروا مصر في العصر العثماني سجلوا الموضوع ده، ان هي كان لها حديقة على النيل، طبعا الحديقة الغلبانة دي متبقية منها، وان جنبها بساتين. وشايفين المباني دي ما كانتش موجودة طبعا، كان النيل على طول هنا. الكلام ده مش في القرن ال16، يعني مش في اواخر القرن ال16 لما الجامع ده اتبنى ايام سنان، ده ايام الغزو الفرنسي في سنة 1798 لما الفرنسيين جم مصر، لهم رسمة للجامع ده وهو على النيل مباشرة، وكل طبعا المباني دي مش موجودة. هو اتبنى على انقاض جامع مملوكي بتاع امير من العصر المملوكي اسمه الامير فخر الدين، ده كان ناظر الجيوش ايام السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون. لو بصينا هنا هو عامل 3 أروقة حوالين بيت الصلاة، وهنتكلم عن بيت الصلاة لما ندخل جوه دلوقتي. وشوفوا استخدم برضو أعمدة جاية من عمائر مصرية قديمة ورومانية ويونانية، شايفين الأعمدة اهي، والميضاءة بتاعته شايفين اتجاهها فين؟ بنشوف حتى ورا وزارة الخارجية المصرية، احنا بنقول كل المكان كان على النيل يعتبر. الميضاءة بيراعي في اتجاهها ان هي تكون في مكان بحيث لما الريح تيجي الرياح ما تقلبش الريحة بتاعة الميضاءة وبتاعة دورات المياه على المصلين، فبيختار لها المكان ده. نشوف برضو المأذنة بتاعتها اللي اتكلم عنها حسن عبد الوهاب وقال ان المأذنة دي ناقصة،
ناقصه دوره، لان دي يعني القمه المخروطيه دي متلبسه فوق البلكونه، فوق بلكونه، لكن كان في بلكونه تانية كمان ودي القمه دي كانت عليها، فهي دلوقتي النهارده ناقصه. الجامع ده بقى اهميته في تاريخ العماره ان هو تاني جامع في مصر يتبني على الطراز العثماني. يعني ايه الطراز العثماني؟ اللي هو طراز القبه المركزيه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ان بيت الصلاه اللي قدامنا ده يتغطى بقبه اهي، بنقول ده التاني، مش زي الجوامع المملوكيه اللي عندنا في مصر. الجوامع المملوكيه نلاقي ان الجامع السقف بتاعه مسطح وفي صحن في نص الجامع، صحن مكشوف. الجوامع العثمانيه دي الطراز ده اللي هو الطراز العثماني ده زي جوامع الاناضول، لان هو لو عمل في الاناضول فتح الجامع زي ما المماليك فاتحينه عندنا في مصر كده في تلج بينزل، ولو عمل السقف مسطح التلج هيوقع السطح بتاع الجامع والناس اللي جوه الجامع بتصلي هتموت من البرد. فهو كان بيغطي الكلام ده اهو، بيغطي بقبه مركزيه زي ما احنا شايفين. وبالمناسبه برضو عندنا في مصر في جوامع وفي قباب مملوكيه في نهايات عصر دوله المماليك الجراكسه اتعملت بالشكل ده قبل ما العثمانيين يجوا مصر. يعني في نهايات القرن التاسع الهجري، القرن ال15 الميلادي، احنا في عندنا 4 قباب بالشكل ده. القباب الثلاثه بتاعت الامير يشبك من مهد الدوادار، القبه بتاعته اللي هي موجوده في رفط المماليك اللي هي قبه الساده الرفاعيه، والقبه بتاعته اللي هي القبه الفدويه اللي قريبه من محطه مترو العباسيه، والقبه الثالثه اللي اتسمى على اسمها حي حدائق القبه اللي هي قدام قصر القبه. وفي قبه برضه رابعه بس مش تبع الامير يشبك اللي هي بتاعت الدمرداش المحمدي اللي داخل مستشفى الدمرداش النهارده. فدي قباب بنتكلم ان قباب مملوكيه من قبل العثمانيين برضه. طيب الجوامع بقى العثمانيه السته اللي اتبنت على الطراز العثماني في مصر زي الجامع بتاعنا ده، قلنا ده هو الجامع رقم 2. الاولاني هو جامع سليمان الخادم اللي في قلعه الجبل او جامع ساريه الجبل موجود في القلعه النهارده. الثاني هو جامع سنان باشا. الثالث هو جامع الملكه صفيه اللي في شارع الداوديه اللي متفرع من شارع محمد علي. الرابع هو جامع محمد بك ابو الدهب. حتى جامع محمد بك ابو الدهب اللي قدام الازهر هو مبني على طراز الجامع ده، مبني على شكله بالظبط. في الثلاث اروقه اللي بيحيطوا ببيت الصلاه، رواق هنا ورواق هنا ورواق هنا، المداخل المحوريه بتاعته الثلاثه اللي فيه مدخل على محور المحراب وفي مدخل هنا ومدخل قصاده هنا. شكل حتى دكه المبلغ والصعود لدكه المبلغ من خلال سلم موجود في بطن الجدار ده اهو، بس مش باين علشان بس الدنيا مظلمه شويه. كل ده زي جامع محمد بك ابو الدهب، يعني جامع محمد بك ابو الدهب هو قلد ده بالظبط هنا يعني. وبعد كده جامع محمد علي اللي موجود في القلعه برضه، ده الجامع الخامس اللي اتبنى على الطراز العثماني. وبعدين الجامع السادس والاخير هو جامع الفتح الملكي اللي في قصر عابدين اللي بناه الملك فؤاد. احنا بنزور الاماكن دي كل يوم جمعه، والجمعه الجايه ان شاء الله اللي هو 14 يوليو عندنا جوله لمقياس النيل. الساعه 10 هنبدا من بعد شباك التذاكر بتاع المقياس. ويوم الاربع عندنا الاربعاء الدائم مع الدكتور محمد الششتاوي، هنتكلم في المحاضره اللي جايه عن فلسفه الحكم العثماني في مصر الساعه 8 من فوق سطح مركز الربع الثقافي اللي ورا الجامع الأقمر في شارع المعز. الاربع 12 يوليو تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحه. ما تنسوش تعملوا شير. اشوفكم ان شاء الله في اثر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.